Welcome to the best system to learn. AF. السلام عليكم يا شباب، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي ان شاء الله عايزين نبدأ نحل سوا امتحان الثانوية العامة 2022. بالمناسبة جه منه سؤال في الامتحان التجريبي. خلاص، فده كان نحل بس انت تلاقيني حلل انا هنا الكلام اللي انا مصوره من الكتاب وانا حله، فاهمين حاجة؟ فعديها يعني. طيب اول حاجة بسم الله كده، احمد is always the only student. والله هزعل منك لو مش فاكر القاعدة دي. قلنا يا جماعة لما تلاقي كلمة ذا لو تفتكر وراها كلمة first او second او third او لفظ only او كلمه ايه يا جماعه only. فاكر لو لقيت زي وراهم اي كلمه من دول وجبت لك وراهم اي كلمه زي مثلا كلمه the only student، ما student كلمه، قلت لك 100% هنا كنت بتحط ايه يا شباب؟ to زائد فعل مصدر. عشان كده طبعا الاجابه السليمه هنا هي لفظ to get. طب اتنين، when ده رابط. when the lady returned home، returned دي هنكتب فيها كده ماضي بسيط. she realized، حد شايف كلمة realized؟ ماضي بسيط برضو. أي جملة يا جماعة فيها اتنين ماضي بسيط التالت ماضي تاني. اسمعها تاني، أي جملة فيها اتنين ماضي بسيط التالت ماضي تاني. طالب قال لي وكده كده أنا عارف إن realize ذات وراها ماضي تاني، كله صح مفيش مشكلة. طيب السؤال هنا الماضي التام بقى، اكتب لي جنب السؤال ده لو سمحت، الله أعلم معلوم ولا مجهول. طيب wallet كانت معناها محفظة، خدناها على فكرة في الكلمات، محفظة. هي المحفظة يا جماعة فقدت ولا تم فقدانها؟ ما احنا معلمين المعلوم المجهول كده، انت فاهم حاجة؟ ما لوز او لاست معناها يفقد، هي المحفظة بتفقد ولا بيتم فقدانها؟ بيتم فقدانها، فيبقى انت عايز ماضي تام هنا ماله يا جماعة؟ مجهول. هاد بن زائد البي بي ده مجهول الماضي التام. 3 داير على كلمة once، اكتب فيها رابط او قاعدة، والناحية التانية تخطى على كلمة will. طب هو هنا اداني once رابط واداني الناحيه الثانيه مستقبل، فاكر الحوار ده ايه؟ كنت بقول لك هنا يا حبيب قلبي اي رابط اداك مع الناحيه الثانيه مستقبل، يبقى هو عايز في الاول هنا ايه يا جماعه؟ اما مضارع بسيط او مضارع تام. اما مضارع بسيط او مضارع ايه يا شباب؟ تام. خدنا احنا الكلام ده كتير قوي. مفيش هنا اصلا مضارع بسيط، مفيش غير المضارع التام اللي هي هاف زائد البي بي. بالمناسبه الامتحان ده في صفحه رقم 150 يا جماعه. نكمل. 4 اي اف، ده السؤال اللي جالك اصلا في الامتحان التجريبي. الطالع عارف على طول ان كلمه براود دايما بيجي وراها كلمه اوف. دي يا جماعه احنا شرحناها قبل كده على فكره، يعني موضوع براود كنت منبه على الحته دي. اي بص الكلام ده هتلاقيني حتى حليته في نموذج الوزاره التجريبي، ارجع له هتلاقيه برضه نازل على اليوتيوب. اي كلمه بيجي وراها حرف جر انت عارفها زي براود اوف دي ثابته صح؟ لا، ممكن اشيل لك كلمه اوف واحط كلمه تو، ممكن اشيل لك كلمه اوف واحط كلمه ايه تو. فطبعا هنا الاجابه تو. ايه السبب؟ ليه ما قلناش براود اوف؟ السبب هنا في كلمه كم. اكتب فوق كم دي فعل مصدر. اوف اصلا ما بيجيش وراها فعل مصدر. تعال نشوف كده لو سمحت اوف بيجي وراها ايه. اوف بيجي وراها اما ناون اما فعل اخره اي ان جي. امال كان ايه اللي بيجي وراه مصدر يا جماعه لو تفتكر؟ تو. تاني اوف بيجي وراه اي ان جي او ناون، لكن تو بيجي وراه فعل ايه؟ مصدر. فبطبيعه الحال طبعا الاجابه السليمه هنا هي كلمه تو، لان كم دي فعل مصدر. 5 there is an increase، في زياده نقط عدد الاطفال المشردين. يبقى في زياده في عدد الاطفال، يعني كلمه في يا جماعه in increase in، في زياده في عدد الافراد المشردين. 6 اسمها ده بص solar powered cars، يعني كلمه solar powered cars يا جماعه العربيات اللي بتشتغل بمعنى اصح بالطاقه الشمسيه. العربيات اللي بتشتغل بالطاقه الشمسيه هي مصطلح ثابت. solar powered بيكون اخرها اي دي، solar powered cars العربيات اللي بتشتغل بالطاقه الشمسيه. 7 I wish، خدت على كلمه I wish شرحناها 100 مره، وخدت على كلمه yesterday يا شباب. قلنا لما تلاقي كلمه I wish وفي كلمه داله على الماضي، في الحاله دي يا جماعه احنا كنا بنطبق طبعا الماضي التام. طيب يا جماعه السؤال رقم 8 بقول لك هنا كلمه hunters معناها الصيادين are not out of. خلي بالك ان عندي مصطلح في الانجليزي اصلا اسمه out of the woods، سجل المعلومه دي عندك لو سمحت. يعني ايه كلمه out of the woods؟ بص طالب لسه بيتكلم بقى ان وودز هنا جايب معنى خشب ولا غابه، لا اصلا ده مصطلح اصلا في الانجليش في الانفورمال، ده اكسبريشن ايديوم اصلا. يعني كلمه اوت اوف ذا وودز معناها خطر.
عارف كلمة خطر؟ أو في وضع خطير، في وضع خطر، في وضع خطر، اسمها out of the woods. الصيادين are not يعني مش out of the woods yet، مش وضع خطر حتى الآن. ده مصطلح تمام، ملهاش علاقة لا بغابة ولا بالكلام ده كله، أنت فاهم؟ عشان بس ما تتخدعش، ده مصطلح ثابت اسمه out of the woods. طيب woods. 9 you will make mistakes، أنت هتعمل أخطاء. إيه؟ you follow، أنت تتبع التعليمات. يا ترى أنت هتعمل أخطاء إيه؟ أنت هتعمل أخطاء لو مش هتتبع التعليمات. يعني كلمة لو مش unless. 10 successful people، الناس الناجحة يا جماعة who achieve، اللي بيحققوا their goals، أهدافهم، دايما إيه؟ وقتهم. manage، يعني كلمة manage يتحكم في أو يديروا وقتهم. 11 it takes a long time، هل أنت فاكر القاعدة دي بتاعت it takes a long time؟ إيه قاعدة it takes أو كلمة التوك وهي بادئه بضمير ات؟ كانت معناها بالعربي بتاعنا لقد استغرق. لقد ايه؟ استغرق. قلت لك لازم بعيد عنها، السؤال ده هيجي لك ان شاء الله السنه دي، لازم يجي بعيد عنها تو زائد فعل مصدر. ازاي يعني يا مستر؟ مش فاهم. بص كده في الجمله دي it takes بيستغرق مثلا 3 hours 3 ساعات to finish لكي اخلص مثلا my homework. اللي انت فاكر الحته دي لما شرحناها، لما تلاقي كلمه it takes او it took وجاب لك وراها وقت 100%، لازم تحط هنا ايه يا حبيب قلبي؟ to زائد فعل مصدر. فده اللي هو عمله هنا. لقد استغرق وقت طويل to walk لكي نمشي to the top of the hill الى اعلى الجبل. but it's not the effort، لكن هو ايه المجهود؟ اسمها worth the effort. يعني ايه لفظ worth؟ اللي هي letter B worth the effort. with effort يعني ايه يا جماعه؟ تستحق المجهود. تستحق worth، تستحق المجهود. ودي كلمه من ضمن كلمات القصه، خلي بالك، وموجوده وكاتبها، فحاول ترجع لها. اسمها worth the effort، يعني كلمه worth تستحق. 12 سؤال حلو قوي. the most recent measure، انا عايز كلمه measure دي معناها رئيسي. رئيسي. يا ترى الايه الحديث الرئيسي was كان an explosion يكتب فيها انفجار. يعني الانفجار، طب طالما في انفجار ولفظ oil refinery صحيح، يعني كلمه refinery ما تبحث لي عنها كده. طب عموما يعني هقولها لك على طول. انت كده اظن خدتها في الدراسات، اسمها عارف التكرير، تكرير البترول، معمل تكرير البترول. تكرير مصنع يعني ولو هي مش مصنع قوي بس معمل تكرير، معمل تكرير للبترول. وطالما في انفجار اللي هي اكسبلوجن، يبقى ده كان عباره عن ايه يا جماعه؟ انسيدنت. يعني ايه انسيدنت يا جماعه؟ حادثه طبعا. 13 يا شباب exams الامتحانات are not the only way، مش الطريقه الوحيده ان انت ايه مهارات الطلاب. طب كمل الجمله. there are many other ways، في طرق تانية كتير to evaluate. بالله عليك السؤال ده مش احنا خدناه سوا؟ يعني كلمه evaluate اصلا كانت معناها يقيم. في طرق كتير ان انت تقيمهم. يبقى الامتحانات مش هي الطريقه الوحيده ان انت تقيم مهارات الطلاب. اساس تقيم. 14 كلمه procrastinate، سجلها لي عندك لو سمحت، كانت معناه يؤجل او يسوف. كانت بتساوي كلمه ايه من دول يا جماعه؟ ما انا عايز السينونيم، عايز المرادف. بتساوي كلمه ايه؟ postpone. يعني كلمه postpone برضو يؤجل او يسوف، الاثنين. وبرضو بتساويها على فكره، بتساوي كلمه delay. بتساوي كلمه ايه يا جماعه؟ delay، برضو معناها يؤخر او يؤجل او يسوف. 15 سؤال مهم جدا. there are pre-war، انا عايز اعرف يعني كلمه pre ايه معناها هنا؟ بقول لك ناس prefix، شرحنا ايه كلمه prefix بالمناسبه. يعني ايه لفظ prefix يا جماعه؟ والله انت مش مطالب بيها يعني، بس prefix يعني مقطع يضاف في اول الكلمه، وخدناه وشرحناه. كلمه بري هنا معناها ايه؟ بري هنا معناها ايه؟ طبعا بري هنا يا جماعه بتساوي لفظ before، يعني قبل. يعني ايه يا جماعه؟ قبل. امال against دي عارف كانت بتساوي كلمه ايه؟ anti. يعني مثلا بقول لك انتي فيروس، مش انت عارف برنامج الانتي فيروس؟ انتي دي معناها ايه؟ اللي هي ضد الفيروسات يعني. اجينست معناها ضد، وانتي برضو معناها ضد. لكن بري، لفظ بري دايما معناه يا شباب بيفور. طيب 16 يا ترى ايه اللي سيريز؟ حد شاف كلمه نيوز بيبر؟ جريده. لارج بتطبع على حاجه واسعه او فيها صور كبيره.
بتتقل ايه؟ انهي جريده بتبقى على large pieces of paper، على كبيره جدا؟ طبعا هي البروتشيت. يعني كلمه بروتشيت نيوز بيبر اللي هي الجريده الرسميه، الجريده اللي هي يا جماعه الرسميه. بعديها ثانيه واحده اتكررت. بص السؤال ده بقى لو سمحت. need and have، لو سمحت يعني ايه كلمه need and have؟ تقول لي ما كانش في داعي، بس بين قوسين تقول لي يا مستر فعل الاجابه خلي بالك حصل. فعل الاجابه ماله؟ حصل يا مستر. انا ما كانش في داعي اشتري عيش، خلي بالك انا كده اشتريت. طب انا بقول لك انا ما كانش في داعي اشتري عيش، فده معناه ان انا ايه العيش؟ ان انا اكيد ندمان اني اشتريته. ما انا بقول لك ما كانش في داعي، انا ما كانش في داعي على فكره اضيع كل الوقت ده. ده معناه ان انا ايه في الوقت ده؟ ندمان على ضياع الوقت ده. فلفظ need and have ما كانش فيه داعي. دايما need and have بتدل على الندم، بتدل على الايه يا جماعه؟ الندم. فما كانش فيه داعي اشتري عيش، فده معناه ان انا ندمان ان انا اشتريت عيش. 18 the sentence الجمله which attract، خدنا كلمه attract تجذب the reader's attention انتباه القارئ، اسمها ايه؟ الجمله اللي بتجذب انتباه القارئ يا جماعه هي اسمها ايه يا جماعه؟ هوك. طبعا ده تعريف الهوك، مش الثيسس، مش السيزس اللي هي الاخيره دي، لا. تاني، ايه تعريف جمله ايه الحاجه اللي بتجذب انتباه القارئ؟ انهي جمله انت فاهم؟ كانت جمله اللي هي يا جماعه الهوك. كلمه اللي هي يا جماعه الهوك يا جماعه دي الجمله اللي بتجذب انت، مش الثيسس. ما لقيتش هوك في الاجابات، ساعتها دور على سيزس، ساعتها دور على ايه يا بابا؟ على سيزس. لكن طالما ذكرت في الاول لفظ جمله اللي هي سنتنس ف 100% هي لفظ الهوك. 19 the people الناس اللي بيعيشوا واخد بالك ان فعل اخره اي ان جي لوحده كانت معناها اللي زي ترجمه الفعل، هي الناس اللي بتعيش بجانب الباب are neighborly. يعني كلمه neighborly يا جماعه مبدئيا انا عندي لفظ اسمه neighborly اخرها ال واي صح، وكان عندي كلمه اسمها silly اخرها ال واي، وكان عندي كلمه اسمها friendly كانت اخرها برضو ال واي، كان ايه كلمات تانية؟ motherly فاكر؟ طب انا هو انت هو السؤال ده هيجي لك ان شاء الله. motherly fatherly. طب حبيب قلبي دي عبارة كلمات اخرها ال واي، دي مش كلمات كمان. طب دي اصلا صفات، هي صفات اخرها ال واي، اخرها ال ايه واي، هعملها ايه؟ يعني motherly دي معناها حنينه فاكر؟ او اموي. fatherly ابوي او حنين او طيب. friendly ودود. silly سخيف. برضه neighborly هنخليها هنا كلمه ودود. طب حبيب قلبي طب دي صفات اخرها ال واي صح؟ بص كنت بكتب لك ايه؟ ازاي اجيب الحال من الصفات اللي اخرها ال واي؟ ازاي يا جماعه اجيب الحال من الصفات اللي اخرها ال واي؟ قال لك لازم تحط انهي حرف جر في الاول؟ ان، وبعد الان او ان زائد الصفه اللي اخرها ال واي زائد كلمه ايه يا جماعه لو تفتكر؟ way او manner. way او ايه يا شباب؟ او manner بس. طب دي معناهم ايه؟ بطريقه. مستر مش فاهم يعني ايه الكلام ده؟ حبيبي اللي انا عايزك تتعلمه ان مش اي كلمه تكون اخرها ال واي تقول لي عليها حال، لا. طب ما في كلمات هي بتنتهي بال واي هنعملها ايه؟ زي لافلي اهو، في كلمات هي اخرها ال واي. حدد لي هي جايه صفه ولا حال. طب اعرف منين يا مستر ان هي جايه صفه ولا حال؟ والله يا ابني لو جبت لك قبلها ان او ان والصفه الاخيره ال واي دي وبعديها واي او مانر، دي كده تقول لي دي حال. دي كده ايه يا جماعه؟ حال. لا يا مستر مفيش لا ان ولا ولا ان ولا صفه، مفيش الكلام ده يا مستر. قال لك يبقى ساعتها دي صفه. دي ايه يا جماعه؟ صفه. طب تعال نشوف كده نيبرلي دي، ها جبت لك قبلها ان زائد او ان وبعديها مثلا واي او مانر عشان نقول عليها حل، عشان نقول عليها ادفيرب. ما ادفيرب اللي هي تاني اجابه دي معناها حال. جبتها لك تقول لي لا، يبقى خلاص دي مش حال بقت صفه. طب يعني ايه صفه يا مستر؟ adjective طبعا. 20 يا جماعه we are two. يعني ايه كلمه are two؟ لا تبقى الله يكرمك اللي فاكرها، اللي فاكر
آية شعبان كانت قالتها قبل كده، كانت عارفاها. لما تلاقي فيرب تو بي زائد كلمة تو معناها ايه؟ يعني ايه كلمة is to او are to؟ ايه معناها؟ فكر لي فيها. هنا على فكرة مش تفرق معاك قوي، بس يعني اللي انت عارفها اكتبها لي لو سمحت. قول لي الفيرب تو بي زائد كلمة تو معناها كذا. يا ترى احنا ايه؟ نتقابل to discuss عشان نناقش your offer، نناقش العرض بتاعك and the ways وطرق البيمنت، طرق الدفع. بالله عليك ده عبارة عن ايه؟ يعني بقول لك احنا مفروض نتقابل ونتناقش في العرض بتاعك وازاي هندفع، طرق الدفع. ده عباره عن ايه؟ طبعا خطاب عمل، بيزنس ليتر. يعني بيزنس ليتر فورا ده خطاب عمل يا بابا. ده خطاب شركات بمعنى اصح بيتعاملوا مع بعض، اسمها بيزنس ليتر طبعا. فبس ده كان اسئله اللي تشوز. القطع احنا ياما اتدربنا عليها خلاص كده، انا بس بوريك الاجابات، يعني انت حلها لوحدك وبعد كده راجع اجاباتك. دي الاجابات السليمه اهو. راجع 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 وتترجم لي الكلمات. لازم تترجم لي الكلمات. انا كده مفهمك الطريقه اللي انت هتعملها. اهي دي القطعه الثانيه اهي. شوف كده انهي واحده. تعال ننزل بقى في اسئله الترجمه. طيب اول حاجه هنزل نحل الترجمه. يا جماعه اعمل خط تحت الكلمه المختلفه وشوف مكتوب فيه ايه. في كلمه هنا يتسلح، وهنا يقتضي، يتصلح، يقتضي. خلاص كده؟ طب صلى على النبي. انت تلاقي كلمه armed with، armed with. خلاص يعني كلمه arm with يا جماعه؟ لفظ arm with ايه معناها اصلا لو تفتكر الكلام ده؟ لفظ arm with معناه يتسلح بيه. حتى جاي منها كلمه الجيش. يعني كلمه الجيش يا جماعه لو تفتكر؟ the army معناه ايه يا جماعه؟ the army دي معناه الجيش، فجايه منها التسليح. طيب في 38 هماني قوي الاي ان اللي في الاول دي يا جماعه. بص 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 حبيب قلبي. دقيق، كلمه دقيق معناها accurate. accurate دي معناها دقيق. غير دقيق، بص اكتبها ازاي في كلمه غير دقيق. in accurate. تعرف ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ ان البريفكس اللي هو المقطع اللي بيضاف في اول الكلام ان دي بتدي دايما العكس، بتدي دايما الايه؟ العكس. طب لو انا قلت لك غالي يعني ايه؟ تقول لي expensive. طب غير غالي او مش غالي او رخيص يا عم؟ مش غالي تقول لي تشيب. لا لا لا، عايز المعنى التاني. بص تبقى معناها ايه؟ in expensive. فيبقى من الاخر كده يا جماعه، من الاخر الان بتدي العكس، بتدي الايه؟ العكس. طيب هنا عضويه وهنا غير عضويه، غير عضويه، عضويه. اتنين عضويه واتنين غير عضويه. هنا في الاي ان، واخد بالك؟ في هنا الاي ايه؟ ان. يبقى دي العكس. فاهم حاجه؟ يبقى دي مش عضويه، امال دي تبقى ايه يا جماعه؟ غير عضويه، لان الان دايما بتدي العكس. اول اجابه غلط طبعا واخر اجابه غلط. طيب في حاجه اسمها مشكله نقص الغذاء ولا مشكله قصر الغذاء. هو قصير طبعا. كلمه فود شورتج معناها نقص الغذاء، يعني بديهي يعني. تعال نكمل. الترجمه بالانجليزي دي اللي ساعات بترخم عليك برضو يا جماعه. بالله عليك بالله عليك اعمل نفس الطريقه. شوف الكلام الخطا فين بالظبط واعمل تحتيه خط. صلى على النبي يا عم. يعني انا مثلا بقرا لغايه كلمه university degree. خلاص كده؟ university degrees مثلا. اتفقنا؟ طب صلى على النبي. he always هو دايما dreamed of كان بيحلم completing ان هو يكمل his university degree الشهاده الجامعيه بتاعته يعني. خلاص؟ طب تحتيها he always dreams. تقول لي ثانيه واحده، dreams دي مضارع، dreamed ماضي، dreams مضارع، dreamed ماضي. حدد لي الكلام في المضارع ولا في الماضي. كان يحلم. كان تاخد بالك؟ كان. يبقى طبعا الاجابات اللي فيها مضارع غلط، يعني بي وسي غلط. dreams ده فعل اخره اسم مضارع، يا الاولى يا الاخيره. يبقى محتاج اعرف ايه الفرق ما بينهم عشان اعرف اختار انهي اجابه على طول. يعني هنا في كلمه university degree. كلمه degree ده انا واخدها كانت معناها شهاده جامعيه. university studies يعني كلمه studies يا جماعه تقول لي يدرس يذاكر، او studies هنا برضه معناها دراسه. معناها ايه يا شباب؟ دراسه. طبعا فوق هنا كلمه ينهي ايه يا جماعه؟ دراسته الجامعيه. طب تعال نكمل. يمكن يكون في خطا تاني. ما في خطا تاني فعلا.
حد شاف كلمه unreliable وهنا في كلمه ايه reliable. طب الان دي بتدي العكس، الان دي بتدي العكس. انت شايف ليجد وظيفه يعتمد عليها، كان انهي واحده معناها يعتمد عليه يا جماعه؟ كلمه شخص يعتمد عليه مثلا، طبعا كانت لفظ reliable. لفظ ايه يا شباب؟ reliable اللي هي الاخيره. اخر حاجه يا جماعه برضو بنعمل نفس القصه، اعمل لي خط على الكلام المختلف. highest greatest highest. ماشي. اما ambition as Egyptians was to qualify for the next round of the ambitions. بقرا اول سطر كده بشوف ايه المختلف. هنا كلمه the next round، هنا the second round، هنا the second round، هنا the second round. ماشي. وهنا كلمه satisfy go qualify. بس حلو قوي. يعني كلمه highest اعلى، greatest تقول لي اعظم او اعلى، برضو تحس الاربعه هنا واحد. highest هي greatest هي highest، كلهم واحد. عارف بقى ايه اللي مختلف بقى فعلا؟ كلمه qualify go satisfy. يعني كلمه qualify انت الراجل عارفها بقى، qualify كانت معناها يؤهل. هنا في كلمه الايه بقى يا جماعه؟ التاهل. في كلمه الايه؟ التاهل. يبقى اذا سي ودي غلط. حاضر. next round، كلمة next round يا جماعة معناه الجولة القادمة. second round الجولة الثانية، ما second معناها ثانية. في السؤال هنا في كلمة الدور الكام؟ الثاني. الدور الكام يا جماعة؟ الثاني. انت واخد بالك؟ فيبقى إذا هنا بطبيعة الحال طبعا هي دي الإجابة السليمة، حتى ما فيش أصلا غيرها يعني اللي فيها رقم 2 اللي هي لفظ second تاني كده. وبس كده، واشوفكم على خير يا جماعه باذن الله. AF